بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يا صبايا، كيفكو؟ طمنونا عنكو، ان شاء الله بتكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اكيد صبايا سمعتوا الانشودة باول الفيديو. عن جد هيدي الانشودة كتير بتأثر فيني، انه بده يخلص رمضان ويا رفاقي ودعوا شهر الصيام. يعني عن جد دغري خلص وما حسينا فيه. يعني اليوم آخر يوم برمضان، يا الله قديش بنقهر أنا بس بده يخلص رمضان. كتير بيأثر فيني هالموضوع. عن جد ما في أحلى من أيام رمضان وأجواء رمضان، وهيك روتين رمضان. يا الله، ربنا يعيده علينا وعليكم بألف صحة وعافية يا رب. انه صحيح هلا اجواء العيد حلوة، بس انه خلص بضل في غصة بقلبنا انه رمضان خلص وراح روتينا يلي كنا بنعمله برمضان. ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. هلا هون رح تشوفوا انه انا رح اشتغل روتيني اليومي العادي. يعني انه هلا انا للعيد رح انظف تنظيفة منيحة. بس انه تعزيل ما صار لي زمان معزلة، انه من قبل رمضان شفتوا عملت تعزيلي. وهلا بعد العيد يعني شهر ومنبلش لتعزيلة الصيف. لانه هلا لو عزلنا يعني ما رح نقدر نغسل حرامات ولا سجاد. فلهيك رح نظف تنظيفة منيحة، وبعد العيد إن شاء الله التعزيلة الكبيرة من الإحرامات والسجاد والبراضي والثياب الشتوية. كلها هيدي إنه لبعد العيد إن شاء الله. هلا إنه هيك الحوسة الخفيفة وشغلنا اليومي والروتين العادي يعني. هلا بدي منكم تذكروني شو حابين تطبخوا أول يوم العيد. نحن أول يوم يعني منحب نعمل مشاوي، يا لحمة مشوية أو لحمة مقلية حسب. انتو شو بتعملوا أول يوم؟ قولولي لحتى هيك نذكر بعضنا، لأنه ما ضل شي وإلا عملنا برمضان. وكمان يا صبايا حابة أقول شغلة، إنه إذا انتهى رمضان مش إنه تنتهي الأعمال، لا، إنه نترك الصلاة ونوقف عن قراءة القرآن. يعني الصلاة فريضة على كل مسلم، والقرآن موجود على طول. صلوا واقرأوا قرآن لو صفحة واحدة باليوم. بالأيام العادية من فاز فاز بعد رمضان، لأنه ببين إيمانه للإنسان. يمكن يقرب الإنسان أكتر من ربه بشهر رمضان، وبس ينتهي رمضان بيرجع للمعاصي وبيبتعد عن الدين. آه، يعني هون في شك صار بأعماله يلي كان يعملها برمضان. اللي بده يكون صح يعتبر وكأنه كل أيامه رمضان، لحتى إن شاء الله يكون من الفائزين ويتقبل أعماله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ينالون رضا الله والفوز بالجنة. هلأ كل واحد ما بيعرف بقلب التاني شو فيه. يا ترى أنا بعرف جواتك شو فيه، أو أنتوا بتعرفوا شو في جواتي وشو في داخله كل إنسان؟ يعني كل واحد عنده أمنيات وعنده أسرار بينه وبين رب العالمين. وإن شاء الله يا رب الله يستجاب لدعواتنا ونكون من المجبورين مع نهاية رمضان. يعني هون صبايا أذن العصر وأقام الصلاة، والأمام الجامع بيعطي درس دين بعد الصلاة. في هيدا المنتج صبايا اسمه W5، ألماني عن جد كتير بجنن. بحط منه حتى انه للسيراميك، للحمام، لأي شي، للمغسلة كمان. بصير تلمع وكتير بنظف ومنتج كتير بيعجبني، فأنا بحط منه وبليف كل البلاط فيه.
يعني انا هون قد ايه مبسوطة، عم بشتغل وعم بسمع شو عم بيقول الشيخ. حكيه كتير حلو. يعني انا الجامع صاير كتير قريب من بيتي، بنسمع بوضوح لعند الصوت. وحتى يعني صلاة التراويح كل يوم كنت روح وصليها جماعة. عن جد صبايا راحة نفسية. صدقوني هيك مع صوت الشيخ لقراءة القرآن ما بحكي لكم قديش الشعور حلو. وكمان أجر صلاة الجماعة كتير كبير عند رب العالمين. وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم حبايب قلبي. يعني شهر رمضان أحلى من كل الشهور. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. والله يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار. اللهم آمين يا رب العالمين. وهون بعد الفطور بدها أطيب تحلاية نودع حلويات رمضان. تعرفوا آخر يوم بيكون الفطور أي شي. يعني آخر يوم الواحد بيلتهي لتجهيزات العيد وهالقصص، فكرمال هيك بظبطها بأي شي. وهون رحت عند أهلي ولقيت ماما عاملة كعك العيد، وعن جد كتير طيبين. وأنا الطريقة رح أحط لكم إياها بصندوق الوصف. وبعد هيك نزلنا على السوق كرمال نجيب باقي الأغراض يلي ناقصنا. بتعرفوا الواحد أحيانا بيكون ناقصه غراض، فبينزل على وقفة العيد وبجيب كل الأغراض يلي بده إياها. بتعرفوا حتى إنه على وقفة العيد حلو كتير الواحد ينزل على السوق ويشوف الأجواء. يعني أكتر من إنه يجيب أغراضه فبيتفرج على أجواء العيد وهيك الناس والعجقة. وحتى بجيب أغراضه، يعني بتعرفوا الواحد بجيب حلو العيد ومعمول العيد. وعن جد الأجواء كانت بتجنن. وهون كان بدي ريحة وعبيت ريحة وجبت كمان مسكرة كان بدي. فجبت غراضي من عنده. منها $6 ترجعي لها 60,000. 60,000. 60,000. مين احلى الفيكتوريا سيكريت ولا الايموشن؟ هاي $6. أظن فيكتوريا سيكريت اللي شبهتها. هي البيور سيدكشن أصلا. وهيدا المحل اسمه عطورات الرزان. عن جد بتجنن ريحته وكتير حلوة، بتقلها على المزبوط وبتطلع كتير حلوة. هلا أنا عبيت الفانتزي كمان، هاي الريحة كتير بحبها. أعطيني المسكرة. وهاي المسكرة يلي أنا كمان بستعملها اسمها I Love Extreme الأصلية. كمان بتجنن وكتير منيحة نوعيتها. شكل لي ولهون بنكون خلصنا الفيديو حبايب قلبي. وبتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو تشتركوا عندي بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد أنا بنزله، وتعملوا لايك ولا تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات. وإن شاء الله استنوني بروتيني أول يوم العيد، وإن شاء الله بكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. سلامات صبايا.